طب خدي يا كتكوتة كل الحرنكش. يا خبر، انت وقعتي كده ليه؟ ذهب الليل وطلع الفجر ايه ده؟ ماما انت سايبه ماما عليها كده وقاعده تتفرج عليها؟ وانا مالي، وانا اللي وقعتها؟ ما هي اللي وقعت لوحدها وانا جيت جنبها. ماما استني. برفان ايه اللي بترشيه ده؟ ده البرفان ده حاجه فافي، دي عايزه حاجه قويه عشان تفوق. طب اتصرفي بسرعه يا حميده. حد برضه يقول على البصل قرف؟ مالك في ايه؟ مش عارفه بس نفسي هم عليا. يا لهوي، لو اللي في بالي طلع صح. انا نفسي في حرنكش، انا عايزه حرنكش. حرنكش ايه بس يا ماما؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ يا سلام على الرخامه، انا عايزه حرنكش ايه؟ طب في برتقان بلدي جوه هو مزز زي الحرنكش، اجيبهولك؟ لا انا مش عايزه برتقان. برتقان ايه؟ هو مش انا اللي طالبه الحرنكش، ده مش مصمص. مش مين بس اللي عايز حرنكش يا ماما؟ القط بتاع الجيران. قط ايه؟ لا هو الظاهر كده الله اعلم انا حامل. وبقى حمل بقى ان شاء الله، احنا مش اتفقنا محدش فينا هيخلف تاني؟ هو انا ما قلتلكوش؟ لا ما قلتلناش. اصل انتم مش فاهمين. الحاج طلع له ورث 2 مليون جنيه وكيلو ذهب، وشرط علشان يستلم الميراث يكون اللي هيستلمه عنده اقل من شهر، فعشان كده كنت مضطريه اجيب نونو. واسمعنا انت يا اخت ابنك هو اللي ياخد الورث. برافو عليك يا ماما، هي دي الدماغ التمام كده. احنا هناخد ال 2 مليون جنيه وكيلو الذهب لوحدنا وهنقب على وش الدنيا. احنا هنفضل بقى ساكتين كده وهي تورث كل حاجه واحنا قاعدين ساكتين؟ يعني عاوزانا نعمل ايه؟ تيجي نقتلها؟ نقتل ايه بس يا شيخه؟ بلاش غباوه. احنا هنخلف زينا زيها علشان نورث زي ابنها بالظبط. اخلف ازاي؟ دي سوسه لسه صغيره، اجيب عيل دلوقتي يشغلني عنها؟ مش وقته الكلام ده خالص. احنا هنخلف يعني هنخلف. حبيبتي ام عمر انت فين؟ الحرنكش يا حبيبتي زي ما طلبتي. شكرا يا حاج قوي، اصل انا كنت خايفه يطلع في وش زياد حرنكشايه. هو انا اقدر برضه؟ زياد مين؟ يا حاج، يا حجوجي، حجوجتي. ايه ده؟ دي حميده بتنادي عليا. سيبك منها يا حاج. هات حرنكشايه. طب خدي يا كتكوته كل الحرنكش. يا حاج تعالى. يا حاج تعالى يا حاج بسرعه. لا بقى، ده كده في حاجه طالما الاتنين بينادوا عليا. ثواني اقوم اشوف فيه واجيلك. ايه في حاجه؟ مالكوا؟ انا عاوزه بطيخ يا حاج، نفسي في البطيخ. بطيخ الايام دي مفيش بطيخ خالص اليومين دول. لازم تجيب له بطيخ. انت عاوز ابنك يطلع له بطيخ في بطنه؟ ابني بطيخ في بطنه؟ ابني مين؟ انا حامل يا حاج. وانا كمان حامل يا حاج ونفسي في اللب. ايه؟ انت كمان حامل؟ يا سلام. انا اللي هجيب لك العيل اللي هيخليك تورث الفلوس والذهب. ده كده انتوا التلاتة حوامل. خلاص، اللي هتولد فيكم الاول هديها كيلو الذهب وال2 مليون جنيه ليها لوحدها. ايه ده؟
انت اللي جايبه لنا العصير بنفسك؟ ايوه طبعا، ده برتقال فيتامين سي عشان النونو. شكرا. بالهنا والشفا. عارفه يا ام عمر انا قلت لهم ايه جوه؟ قلت لهم اللي هيجيب النون الاول هي اللي هتاخد الكيلو الذهب وال2 مليون جنيه. بطني بتتقطع. ايه ده؟ بطني. ايه ده؟ دي ظريفه بتصوت. بتصوتي ليه؟ بطني بتموتني مش قادرة. وانا كمان بطني بتوجعني. انتوا اكيد شربتوا او اكلتوا حاجه توجع بطنكم. في ايه؟ بص بقى يا بابا، الصراحة يعني أنا شفت ماما بتعمل عصير برتقال وحطت حاجة لونها أبيض جوه العصير، أنا مش عارفة هو إيه الصراحة، بس الصراحة كده يعني يا بابا ماما شكلها كانت عاوزة تموت النونو اللي جوه بطن طنط ظريفة وحميدة. ده كده ماشي، اجمعيهم كلهم دلوقتي على الاوضه. بصوا بقى، قرار الورث بيقول ان انا ممكن استلم الورث بكره من غير اي نونه. نعم، والعيال اللي احنا كنا هنخلفهم. إيه؟ يعني أنا حطيت لهم البودرة من غير لازمة؟ يعني انت المجرمه اللي كنت عايزه تموتي النونه اللي في بطنهم. انا كنت بختبركم انتوا التلاتة وهستلم الورث لما ظريفه وحميده يولدوا، انما انت مالكيش ولا 10 جنيه حتى كمان على اللي عملتيه. حقكم كلكم عليا. ده انا هخلف مخصوص عشان الورث ده. وخلصت حلقتنا النهارده ووصلنا لسؤال نهاية الحلقة. السؤال هو يا ترى النونو اللي انا كنت بفكر اجيبه كان اسمه ايه؟ اكتبوا لنا بقى الاجابة ومعاها اسمكم بالكامل، وما تنسوش اعملوا لايك للحلقة بسرعة. انا بشكر اصدقائنا اروى طارق وعبد الرحمن ياسر وضاي هاني واسيل اسامة وضحى السيد. اللي ما اشتركش في القناة وانضم للعيلة بتاعتنا يشترك بسرعة ويعمل علامة الجرس اللي بينها شرطتين. والسلام. يا تقولي ايوه. وعنده شهر، عنده اقل من شهر. الله، هو احنا بلاش غباوة بقى، بلاش غباوة. وانتوا التلاتة ظريفه وحملدوا هيولدوا واخدوا اللي غيركم انتوا التلاتة بس. التلاتة ماشي، اجمعيهم كلهم دلوقتي. بالعصير